يوم جديد، صباح جديد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة: استثمر في عيالك. يعني ايه استثمر في عيالي؟ طب ما أنا بأكلهم أحسن أكل، وبحاول ألبسهم وأشربهم وأديهم أحسن مدارس. أعمل إيه تاني أكتر من كده؟ سمعت قبل كده جملة في مسلسل يوميات ونيس، كان بيقول: ابني ابنك وما تبنلهوش. يعني ابنيه هو، مش تسيب له فلوس وحاجات، لأ، ابني ابنك نفسه، يعني استثمر فيه. معنى الاستثمار إيه؟ إن أنا بيبقى عندي راس مال باحطه في حاجة بحيث إن هو يطلع لي عائد، فلوس. يعني أنا مثلًا حطيت مثلًا 1000 جنيه، بتطلع لي 100 جنيه. ابنك هو راس مالك. ابنك زي بالضبط الفلوس، ويمكن أهميته أقوى. يبقى أنا هاعتبره إن هو راس مالي ولازم أستثمر فيه. باقول لِك أنتِ عمّالة تقولي لنا كلام كتير، عايزة إيه؟ أستثمر أعمل فيه إيه يعني؟ أول نقطة باستثمرها في ابني، هو إن أنا باعلّمه قيمة الفلوس. مش قيمة الفلوس كامتلاك أو إن أنا أخلّيه يبقى معاه فلوس كتير، لأ. أول حاجة في مصروفه، أعلّمه إنه لمّا أدّي له المصروف لازم تدّخر جزء. أدّخر جزء أحوّشه عشان لو أنت نِفْسك في حاجة تجيب بيها اللي نِفْسك فيه. لكن يفضل اعتمادي على أبوه وأمه، وأنا لمّا أعوز حاجة هاجري وهُم هيدّوني، دي مش باستثمر فيه، أنا كده باضيّع راس مالي. لإني باعلّمه إن أنت كل اللي أنت عايزه موجود، ودي حاجة مش صح. زي ما إحنا عارفين إن في حاجات كتير بنتمناها مش بنلاقيها، عشان إمكانياتنا مش هتسمح، فلازم يضبّط إمكانياته على اللي هو عايزه. نتخيل إن في ولد عايز اللي هي الساعات اللي هي الsmart watch الحديثة، الساعة دي بتعدّي ال3 و4، ده يعني في حاجات أقوى من كده. طيب أنت نِفْسك فيها، ما فيش مشكلة، هتحوّش على الأقل، على الأقل 60% وأنا هاكمّل لك الباقي. يبقى أنا هاعلّمه أول حاجة فكرة الادّخار، فكرة إن أنت اللي عايزه لازم تحارب عشانه، لازم تبذل مجهود عشان تاخده، مش هتفرقع بصُبعك كده ويجيب لك الحاجة، لأ. أنت لمّا تكبر مش هتلاقي مصباح علاء الدين، ولا هيبقى بابا وماما موجودين يعملوا لك كل اللي أنت عايزه. التانية عايزة المحاربة. يبقى أنا استثمرت في نقطة أعلّمه الادّخار، أعلّمه إن الحياة مش سهلة، الحياة عايزة حرب، عايزة قوة، عايزة أضحي بجزء عشان أحصل على جزء تاني. ممكن لمّا يكبر شوية أعلّمه نقطة حلوة، أعلّمه يدّخر. المبلغ اللي هيدّخره ده ممكن هو يستثمره. بمعنى، أنا شُفت مؤخرًا أطفال في سِن 9 سنين و10 سنين، أهاليهم عاملة لهم صفحات على الإنترنت وعلى الفيسبوك والسوشيال ميديا، بيعملوا أعمال يدوية وبيبيعوها. إكسسوارات، آآ شُنط بالخيش، شغل بالخيط. لأ، شايفة في businessman وbusinesswoman صغيّرين ابتدوا يطلعوا على الساحة. طيب ده عيال صغيرة هاعلّمه يشتغل من صغره؟ أعلّمه يعمل الbusiness بتاعه، يستثمر فلوسه. أنا هاساعدك تعمل اللي أنت بتحبه، أنت مثلًا بتعرف تعمل أعمال يدوية، تعرف X أو Y، ونبيع ونجرّب ونشوف. هيتعلّم إن هو يستثمر في نَفْسه. أنا أولًا عندي إمكانيات، الإمكانيات دي أنا ممكن تدخّل لي منها فلوس. يبقى ده حاجة حلوة، أنا شايفاها إن في الوقت الحالي حاجة كويسة. بالاحظ إن عيال في ثانوية عامة ابتدى يبقى عندهم فكر، وكليات كمان، إن أنا أشتغل جنب الدراسة عشان أقدر أجيب مصاريفي وأقدر أجيب فلوس أنا محتاجها. فده فكر كويس جدًا. مش عيب إن يبتدي في سِن صغير إنه يخش في مجال العمل. بالعكس، ده هيساعده لمّا يكبر يبقى عنده خبرة كافية، الCV بتاعه هيبقى جاهز في الكلية. أنا دلوقتي سمعت إن الCV بتاعك أنت المفروض تكون متخرّج والCV بتاعك مليان. طب دي هتيجي إزاي؟ دي هتيجي من صغرك، تبتدي تسعى وتشتغل على نَفْسك. أنا ما باقولكش احرمه من الطفولة، و وإن هو يعني لأ حرام أنا هاشغّله، ده غلط، قانون العمل ما يسمحش بسِن أقل مش عارفة إيه. أنا باتكلّم، أنا مش باقول لك بقى إيه ينزل يشتغل يبيع مناديل، ولا يشتغل زي بِلية والكلام ده، لأ.
إن هو يعمل حاجة بتاعته هو، business بتاعه هو، يحس إن هو ليه دور، يحس إن هو بيستثمر في نفسه. أنا عندي إمكانيات، الإمكانيات دي خسارة أدفنها. أنا بس عايزة أوضّح نقطة، أنا باعلّم ابني أنت عندك إمكانيات، وإمكانيات حلوة أوي كمان، الجيل ده عنده إمكانيات رهيبة، فأنا بالإمكانيات دي خسارة أدفنها، أنا لازم أستثمرها. يبقى أنا هنا باعظّم فيه إن هو عنده إمكانيات، باخلّي عنده ثقة في نفسه. تاني حاجة باعلّمه إن الإمكانيات مهما كانت حجمها أنا أقدر أستثمر فيها وأطلّع عائد منها، مش لازم بس عائد مادي، هو هيبتدي يبقى عنده ثقة في نفسه، هيبتدي يحس إن هو موجود، ليه لازمة. ده مش هيلغي إن هو يبقى عنده حياة ويعيش طفولته. أنا باتكلم ممكن يبقى جزء من اليوم، أنا مش باقول له طول النهار اقعد بيع واشتري، يعني الدنيا مش للدرجة دي، مش أول مثلًا ما يعمل الbusiness بتاعه ولا الحاجة بتاعته هيقوم بقى يروح يبيع ويشتري وطول النهار هيشتغل، لأ، واحدة واحدة هيبتدي يحس إنه ليه قيمة، إن هو بيعمل حاجة. النقطة التانية في الاستثمار، أستثمر في عقله، بمعنى أنا باشوف عيال بيعملوا برامج وapplications سِن برضه 11 سَنة و12 سَنة ويمكن أصغر كمان، عيال بتبرمج، عيال بتعمل business. يعني لو دخلت على مواقع الfreelance هتلاقي هنود صغيّرين، عيال صغيّرة بيعملوا applications. هو في إيه؟ في إن أنا عندي طفل دماغه حلوة، الجيل ده بأمانة، بأمانة دماغه حلوة جدًا، ذكي ذكاء رهيب. طب أنا الذكاء ده هاسيبه كده، هاخلّيه يقعد يتفرّج على التلفزيون ويمسك التليفون؟ لأ، أنا هاستغل ذكائه وأحطّه في حتّة إيه، أستثمره، أدخّله برمجة، أعلّمه إن هو يعمل applications، يتعلّم لغات، يتعلّم عزف موسيقى، يلعب رياضة. المهم إن أنا خسارة أدفن الإمكانيات دي بجد، بجد. يعني أنا باشوف إمكانيات رهيبة بتدفن قدّام التليفون والتلفزيون، وما أدراك مصايبه. يعني إحنا اتكلّمنا في حلقات كتير عن مصايب النت ومصايب التلفزيون والتكنولوجيا، ممكن تأثّر بالسلبي. طب ما أنا آخُد الحتّة الإيجابية وأدّيها لعيالي. تعالَ أنا شايفك دماغك حلوة، هتقول لي ما نفعش. نجرّب حاجة تانية، حاجة تالتة، حاجة رابعة، لكن ما ييأسش. في أهالي بتيأس، تقول لك أصل ده غبي مش فاهم في الحاجات دي، أنا سمعت اللفظ ده، قالت على عيالها أغبيا. لأ، هو مش غبي، هو مش ده طريقه أو مش دي دماغه. أنا أشوف دماغه فين، لإن كل طفل ليه دماغ في حتّة، فأنا أدوّر على دماغ ابني أو بنتي فين وأودّيها فيها. يبقى أنا لازم أستثمر في الحتّة دي. خسارة، خسارة العيال اللي بتقعد قدّام التليفون والتلفزيون، العيال دي بتنحرف، يعلم ربنا الواحد بيشوف نصايب. ف لأ، معلش تعالَ على نَفْسك، أنت هتتعب النهارده بس هتحصد اللي أنت بتعمله ده بُكرة. هو هيدّعي لك، هو هيقول لك شكرًا إن أنت ما خلّيتنيش أمسك التليفون طول النهار، استثمرت فيّا. نستثمر في صحته. يعني إيه؟ طب ما أنا باجيب له أحسن أكل، وبأكّله أكل نضيف، أكل نضيف والّا أكل صحّي؟ أنا باشوف أهالي فرحانة بقى بالjunk food وأنا باودّيه مش عارفة مطعم إيه، وباشرّبه بتاع إيه، كل ده وكذا دكتور وكذا الناس اتكلّموا، يا جماعة الأكل ده مُضِر، بيعمل سِمنة، بيعمل أمراض. شوف نسبة السمنة في مصر عاملة إزاي، ده في العالم كُلّه. إحنا عشان مفكّرين إن إحنا لمّا نأكّله الjunk food أو نأكّله أكل مش صحّي، يبقى أنا كده إيه، بادلّعه وباضبّطه، ده أنا باضيّعه. لازم نبتدي نهتم بصحّته، ومن صُغره باعلّمه الأكل الصحّي، الأكل اللي هو خالي من الfat ومن من الحاجات المقلية، الjunk food، كل ده مع الوقت بيسبب نصايب. يبقى أنا هاستثمر في صحة ابني، عشان لمّا يكبر ما يتعبش، ما يدعيش عليَّ ويقول لي أنتِ كنتِ مضيّعاني بالأكل ده. هتقولي له أنت كان نِفْسك فيه، كان هو صغير ما بيفهمش، هو مش عارف مصلحته فين. أنا لمّا من صغره أعوّده. يعني أنا هاحكي لكم موقف وأنا قُلتها لكم قبل كده. أنا شخصيًا متعوّدة من صغري ما باكلش مقليات، ما بناكلش مثلًا اللانشون والحاجات دي. ما هي ماما وبابا كانوا يعني إحنا طلعنا في البيئة بتاعتنا ما بناكلش الحاجات دي، لإن دايمًا حتى الشيبسي،
والحاجات دي، ممكن نكون بناكل بسكوتات عادي، بس كان دايمًا على قد ما تقدر بيقللوا الأكل ده. فلمّا ناكل أكل لانشون مثلًا أو رُحنا أكلنا برّه في مطعم، بطننا بتوجعنا، حتى لو المطعم ده نضيف جدًا. ليه؟ أنا معدتي أو جسمي ما اتعودش على الأكل اللي هو إيه الunhealthy، فبالتالي أي أكل هيخش جسمي، جسمي مثلًا ما اتعودش عليه باتعب. فدي نقطة عبيطة، ممكن تقولوا إيه العبط ده، بس دي حاجة بجد مهمة، إن أنا أحاول أحافظ على صحة ابني على قدر ما يكون، على قد ما أقدر، مش عيب، مش عيب هيتضايق شوية، ممكن أدخّل له يعني أنا رُحت لدكتورة أطفال، فباقول لها يعني على الsystem ده، قالت لي: "بُصّي، مش عيب ندخّل مرّة في الشهر junk food، مش يعني إيه، ريسكه مش هيبقى عالي زي اللي بياكل بصفة مستمرة." كل فترة أتشيك على صحته، أعمل له تحاليل، في حاجات تبع وزارة الصحة معمولة ببلاش، إن أنت ت ت تبُص على صحتك وتعمل تحاليل وصحة عيالك، بس اللي أنا عايزة أوصّله إيه، اللي أنا عايزة أوصّله إن أنا أقدر أستثمر في صحته عشان لمّا يكبر ما يدعيش عليَّ، إن أنا أعلّمه رياضة، ممارسة رياضة في البيت، ممارسة رياضة برّه، حسب إمكانياتي، بس هي عايزة إيه بقى، عايزة أهل طول النهار يزنّوا ورا عيالهم، هو بجد كده، هي يعني أنا اللي استخلصته إن في اللي بيبقى مش فاضي لعياله بيرميهم، مش بيرميهم يعني بيرميهم في الشارع، بيرمي له التليفون، يدّي له اللي هو عايزه عشان يخلص منّه، يفسده بقى ما يفسدوش ما أنا إيه، يعني أنا مش فاضي، بس فعلًا، فعلًا عيالنا محتاجين مجهود، محتاجين طاقة رهيبة، رهيبة، رهيبة عشان يطلعوا كويسين. يعني إحنا في عالم العالم يعني بيسحبِك دايمًا لتحت، عايزِك أسوأ، أسوأ، من فلوس، لأكل، لموبايلات، لحاجات وِحشة، يعني العالم عمّال ينزل تحت في الcurve. طَب أنت بقى كأب وأم دورك تحارب إن أنت ما تخلّيش ابنك ينزل تحت، أنا عايزه يطلع فوق. أو على الأقل، على الأقل يفضل على السطح، أنا مش عايزة أوقّعه، مش عايزة أخلّيه يطلع طماع وبتاع فلوس وأناني وممكن يسرق عشان ياخد فلوس، ما طلعوش بيتفرّج على حاجات وِحشة، ما طلعوش الدماغات الغريبة اللي طالعة الشباب اللي طالع دلوقتي، ما طلعوش عنده أمراض، الموضوع كبير، في حاجات كتير وفي أهالي بجد بيستثمروا في عيالهم استثمارات أقوى من كده وأحسن من كده بكتير، بس أنا باتكلّم على قد إمكانياتنا إحنا. لو أنت إمكانياتك تقدر تستثمر في ابنك ده رأس مالك، هو اللي لمّا نكبر هنتسند عليه، هو هيبقى عكازنا، وفي واحدة تقول لك إيه، أصل لأ بتربي وفي الآخر بيبوظ، لأ، الثمرة الصالحة مهما اتعرضت ل مشاكل، مصاعب، أي حاجة في الدنيا هتفضل ثمرة صالحة، زي النخلة. النخلة لمّا بتتعرّض لهوا شديد ما بتتكسرش، بتميل وترجع تاني، يبقى أنا لمّا أربّي طفل قوي أستثمر فيه، أتعب، أنا هاحصد التعب ده، أسيبه بقى للعالم، ما هو كل العيال بتعمل كده، ده فكر غلط، واتفرّجوا على الثمرة بتاعة العيال اللي سايباها مع التلفزيون والتليفون والفلوس وإن أنا بياكل اللي هو عايزه، اتفرّجوا. اتفرّجوا هتقولوا لأ، أنا أتعب دلوقتي عشان أرتاح بعدين، ده القول ده بتاع أتعب دلوقتي وأرتاح بعدين هييجي مع ابنك، صدقوني، ودي عن تجربة شُفتها، الأهالي اللي بتتعب عشان عيالها بتحصد، لكن اللي بيسيب بيحصد حاجات كتيرة، وما تقولش الدنيا بتغيّر، لأ، أنت اللي ما ربيتش كويس،